امامكم صدام ايش قد جعبان باسم العروبه، لا رفع العروبه ولا نفع الشعب، خلانا امه متاخره. هذا النموذج ليش نحب احنا؟ على كل حال الكمال لما دخل على امير المؤمنين قال له سيدي ابا الحسن علمني هذه الكلمات. الامام صرح تصريح خطير، قال له هذا دعاء اخي الخضر. تبين هذا الدعاء اللي احنا نقراه اسبوعيا لا للكمال، واساسا مو لعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب ناقل. هسه شلون وصل دعاء كمال لعلي؟ شلون؟ احتمال النبي علمه، النبي سيده ومولاه، وكان دائما اكو مجالس خاصه لعلي، النبي قال له هذا الدعاء احفظه اشتغل به فانه للخضر. واحتمال اخر انه هو علي بن ابي طالب التقى بالخضر. زين، على كل لذلك الامام قال هذا دعاء اخي الخضر، مع اعتراف علي بن ابي طالب بان الدعاء للخضر. عندنا بعض العلماء إلى فد موقف يقول نعم وان كان علي بن ابي طالب قال ان الدعاء للخضر لكنه هو لعلي بن ابي طالب. هاي كيف؟ عز الدين بحر العلوم رحمه الله عليه هذا واحد ممن قتلهم البعث، نسينا الجلاد. اليوم نسميه الزمن صدام الزمن الجميل. جميل بيمن؟ انا ما اعرف، دائما نتقشمر احنا. هاي حرب المصطلحات. مثل في مصر افلام الزمن الجميل، زمن العهر. والله السبعينات والستينات اكبر مصدر للعهر هي مصر. واليوم لما بدات الناس تنقلب على هذا يقول لك لا كون يرجعهم زمن الجميل. يا زمن العري والخلاعه. انتم شايفين مصر اعلامها قاعد يلعب دور تخريبي. مؤسسه دوله تحمل الازهر، بس الازهر حديده على الطنطا. سياسي اذا كان الامر بيده والعمامه تشتغل عنده لا تتوقع من عمامه عند السياسي تنتج خير. مغلوب على امره. هسه الامر هم بدا يوصل الينا. يعني قبل ايام في النجف بجوار علي بن ابي طالب مسوين مهرجان واختلاط، وجايه الناس من المحافظات. على يا اساس انت جايب بنتك مقعدها بنص الشباب؟ ذول اللي سووا المهرجان نفس الخطوه مال محمد بن سلمان. محمد بن سلمان يسوي حفلات وخمور وعري واختلاط يم قبر النبي صلى الله عليه واله. المحرك واحد هي امريكا، هم اليهود ما يردون مقدس. بس انا عتبي على جمهورنا بالنجف. مو هسه عندنا كم واحد مخربط، بس اهل النجف ناس خيرين، اهل مبدا واهل انتفاضات. شلون يسمحون بهاي الظواهر؟ يعني شنو الداعي جامعين بنات وولد ونفاخات يم علي بن ابي طالب؟ يقول لك مو نريد. اشتحي انتم اليوم الناس تنظر لكم. والله لما كنا في الجامعه بزمن هدان عندي بعض الاصدقاء من النجف لما نجي يداوم بعد العطله اتمسح بقميصه جوار علي بن ابي طالب. يا اخي خلينا نحترم الجوار. ما معقوله جوار علي بن ابي طالب هاي المشاكل تصير. يعني اقدم حوزه للتشيع هي بجوار علي بن ابي طالب عمرها اكثر من 1000 سنه. زين بكربلاء هم عندهم شارع مال السفاله. المفروض نقضي على هذه، لا تخلي الاستعمار يتمكن مني. تهم لا ترى التبنات ذول على رسلهم؟ لا والله. اغلب وكثير من ذولا ترى مولد المحافظه قاعد يجيبونهم يسوقونهم من اجل ان يبذرون بذره شر، بذره سوء. على المدى البعيد تفلت الامور وما تبقى قداسه. والله اتخطر احد المراجع كان بكربلاء سابقا بزمن البعثيه يسوون مقاهي ويجيبون بها تلفزيون وراديو ودق ورقص ودومنو وغيره. لما سمع شاف مكان المقهى وين، اجى سوى صلاه جماعه نفسه وامتلأ الشارع ووصلوا انذار لابو القهوه عزل. هذا الاسلوب بعد ما عندنا اليوم. ما عندنا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بصوت عالي. وهكذا الامور. يعني تتوقع من هذا الانسان البسيط ينزل للساحه لوحده؟ لازم الكبار تشتغل على مود الصغار شنو؟ تتاثر. بس لا حد يسيس كلامي. انا ما اقصد جهه، اقصد اكو استحقاقات. اليوم انا كبير العائله بالبيت من اشوف فساد واسكت، ابني شنو؟ يسكت. من اشوف اكو زحافه خلل وانا انتفض، ابني يتعلم الانتفاضه على الباطل. كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف تنهون عن المنكر. شنو هالبارات والملاهي والمنكرات اللي ماليه البلد من اقصى لاقصاه؟ ما تسمع صوت؟ زين؟ قبل كان عندنا صلاه جمعه يا الله قال احنا بحت اصواتنا.
يبوحت اصواتك كم سياسي سافل ما يسمع، باقي الناس تسمع. بوحت اصواتكم لو شيء اخر ارحمونا، مو ترى ضاعت الامور علينا. الناس بدات تفقد الثقه.